الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، وحشتوني. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. النهارده بقى معانا فيديو حلو. ايه مشيره كل يوم عجين؟ لا مش كل يوم عجين، بس ايه نعمل حاجات حلوه مع بعض، نعمل غدا ونعجن ونخبز ونعمل حاجات جميله. يلا بقى نطلع الرسول ونسمي بسم الله ونخش كده نعجن مع بعض. بس ما ننساش بقى مع مطبخ مشيره في الشحيره، واللي ما اشتركش في القناه يا ريت يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد، وحطوا لايك. ويلا تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه. معايا هنا 2 كيلو دقيق ماشي، معايا ذره ملح، ومعايا هنا الخميره معلقتين خميره بالمعلقه اللي هي بتاعت الشاي. بس انا كان عايزه اعملهم كده عشان انا اعجن على طول، ما استناش نعمل معاكم المقدمه واستنى لما الخميره تعمل كده. بصوا الخميره بتاعتي عامله ازاي كده، بالخميره بتاعتي ناجحه، والعيش بتاعي هيطلع حلو، لان هو العيش هنا احنا مش حاطين له اي مكونات ايه غير ملح وميه ودقيق. نعمل احلى عيش مع بعض، عيش فلاحي، ونعمل غدا فلاحي على ايام امنا وستنا والجماعه دول. ربنا يخليهم لنا يا رب، ما يحرمناش منهم ابدا. خلي لمامتي يا رب ما يحرمناش منها ابدا. فهنا انا حطيت معلقتين خميره ومعلقتين سكر وقلبتهم حلو وسبتهم كده في ميه دافيه. بصوا بسم الله ما شاء الله، بصوا عامله ازاي. هنزل بقى بالخميره بتاعتي نعجن بقى، نسمي بسم الله. اهم حاجه الخميره بتاعتك تبقى كده عشان يطلع معاكي العجينه ايه، العجينه حلوه. عيشكم بقى اليوم معايا، بس ما عندناش بقى لا قشطه ولا جبنه فلاحي ولا حاجه، ما عندناش بقى، احنا هنعجن بس العجين بتاعنا ماشي. وهنشوف بقى مع بعض نعيش اليوم جميل ونعمل غدا بقى حلو كده. يلا عجين بقى، العجين بتاعي كده عجينه حلوه وارجع لكم تاني. بص انا عجنت عجينه حلوه، بس انا عاملاه طري عشان انا هعمله العيش اللي هو المدور. هغطيه بقى واسيبه يخمر، على ما العجين بتاعنا يخمر يكون عملنا الغدا. هنعمل نص الغدا والنص اللي بقيه الحاجه التانيه هنعملها مع العيش. يلا بقى نشوف العجين بعد ما يخمر. يلا كده عشان نعمل مع بعض الحاجه بتاعتنا الغدا بتاعنا. كده انا عجنت العجينه وسبتها ايه تخمر، ونجي بقى نجهز مع بعض الحاجه بتاعتنا على ما العجينه بتاعتنا تخمر. هنعمل بقى ايه، طالما هنولع الفرن. كنا زمان بقى في الفلاحين، وانا بقول لكم اليوم النهارده فلاحي ماشي، مالناش دعوه بالايام اللي احنا فيها، احنا بنعيش يوم بتاع الفلاحين ماشي. كنا لما نعجن العجينه ونسيبها على ما تخمر هنولع الفرن بقى اساسي. كان لازم يبقى في بطاطا، في ذره يعني ايوان الحاجه اللي كانت بتبقى في الارض كانت بتبقى موجوده ساعه ما نيجي نولع الفرن. النهارده بقى هنعمل احنا دلوقتي البطاطا وبتنجان مشوي، وفي بقى بطاطس مشويه بس عيالي ما بيحبوهاش فمش هشويها. كنا بنشوي بطاطس في الفرن وبنشوي بصل في الفرن، كنا بنعمل حاجات كتير والله، وكانت ايام جميله. واللقمه كانت تقول سكر. دلوقتي لو عملت خروف بتلاقي اللقمه مش حلوه زي بتاع الزمان، ما عادش فيه خير ولا عاد فيه بركه زي بتاع الزمان بصراحه. فانا النهارده بقى هنعمل باميه، احنا بقى هنعمل عيش، فهنعمل باميه. بس انا الباميه ما طلعتهاش عشان هي في الفريزر، كنت مفرزاها معاكم. هنطلع الكيس الباميه على التسبيكه على طول ماشي. فانا دلوقتي ما طلعتش الباميه. معايا هنا الطماطم، ومعايا هنا بصلايه حجم وسط كده حلوه كده يعني، ومعايا قرن فلفل، ومعايا في قرن فلفل حامي، ومعايا راس توم، او يعني راس توم، دي راس توم ماشي، بس مش هاخدها كلها ماشي. انا عندي توم في الفريزر ومفرزاه وعاملاه معاكم، بس انا بحب التوم ده لما باجي اعمله في طبق، في اكلات كده بحب احط فيها التوم ني، بحس اللي هو بريحته وبطعمه وبيبقى ريحته حلوه ماشي. المتفرز ده مش يعني ايه، بحب بفرزه برده كل حاجه، بس في اكلات يعني زي الباميه كده لازم انا احط لها التوم كده فريش كده، البصاره، العدس بجبه، طشه الملوخيه، في حاجات كتير ببقى حابه لها التوم اقشره فريش كده ماشي. لو في حد زيي يقول لي بقى. معايا هنا بقى جايبه هنا 3 كيلو بطاطا حجم صغنن وسط كده، يعني مش كبيره قوي ولا صغيره قوي، احنا بنحبها تبقى كده. امسكها بقى احطها في ميه عشان تتغسل غسله حلوه. ومعايا ال3 بتنجانات دول نشوهم بقى. البابا غنوج ده تعمليه وتحطيه في علبه وتحطيه في التلاجة، تاكلي منه بال3 ايام تحفه تحفه بجد. ما بيبصوا ولا بيقولوا حاجه، بيبقى عليه خل وليمون وطحينه ومظبطينه، فبيبقى طعمه جميل. تحطيه في علبه وتحطيه تغمسي منه باليومين والثلاثه يبقى تحفه، وصحي برده عن المقلي، خلي بالك المشوي. اللهم صل على النبي. فهنجهز بقى حاجتنا، نحط البطاطا دي في ميه تفك كده من الطينه اللي فيها وتتغسل غسله حلوه كده بفرشه، ونشطف البتنجان بتاعنا ونحطه في طبق عشان ايه نشويه. ونعمل بقى الطماطم بتاعتنا ماشي، واجهز واقشر البصل والثوم واجهز حاجتي، وارجع لكم بقى تاني نروح على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. بصوا كده جينا على البوتاجاز اهون. هنعمل بقى، حطيت الحله بتاعت البوتاجاز ماشي. معايا هنا الباميه طلعتها من الفريزر اهيت جاهزه اهيت ماشي. معايا هنا البصل قشرته، ومعايا هنا الثوم، ومعايا الفلفل قطعته برده، جهزت حاجتي كلها. معايا هنا الطماطم هصفيها، بس نحط بقى حبه زيت كده
بس حته السمنه. خلط بقى البصلايه، هضربها في الكبه، اضربيها بس لما تخلطيها بالباميه بتبقى حلوه، مش لازم تنعميها قوي يعني. شوحها بقى حلو كده مع السمنه والزيت، شوحها حلو. البطاطا اهي خلصناها. هقول لكم تركايه حلوه قوي وانتوا بتشووا البطاطا، هتتقشر معاكم بسهوله خالص، وتبقى قشرتها كده تشيلها تتشال على طول كده بسهوله. واحنا بنشويها هقول لكم عليها. بس البطاطا بتاعتنا غسلتها غسله حلوه اهي. خلص بقى البصلايه بتاعتنا، احنا مش هنحمرها، احنا يا دوب نصفرها بس. خلص بقى وارجع لكم تاني. بس انا كده ايه، مش عايزاها تبقى كده اهي، مش عايزاها تصفر ولا اي حاجه يعني تحمر ولا اي حاجه، يا دوب كده ايه تتشوح، تاخد تشويحه كده حلوه كده. بعد كده انزل بالثوم وانزل بالفلفل. اول بقى ما الثوم والفلفل يطلع ريحتهم كده هنزل عليهم بعصير الطماطم. بس كده ده المطلوب، اللي هو ريحتهم تطلع بس كده. بعد كده بقى انزل بالطماطم بس كده. نحط بقى الملح بتاعنا والحاجه. بس انا مش هسبكها قوي، يا دوب تغلي غلوتين كده وهنزل عليها بالبن. بس حبه ملح، حبه فلفل اسمر، حبه كمون، حبه السبع بهارات، حبه كزبره ناشفه، وكعب مرقه دجاج. ده اختياري، عايزه تحطيه حطيه، مش عايزه تحطيه مفيش مشكله ما تحطوش. ده كده مكعب مرقه دجاج كده. انا حطيت كل حاجه البهارات بتاعتي، وده هحطه عشان يدينا طعم حلو للباميه كده وخلاص. وانتي بتحطي الملح اعملي حساب، لو انت هتضيفي مكعب مرقه الدجاج اعملي حساب اللي هي فيها ملح. تاخد غلوه بس وانزل عليها بالباميه. انا مش هسبكها تسبيك خالص، انا يعني نص تسبيك، وهنزل عليها بقى بالباميه بس هتسبك، هتغلي غلوتين 3 كده بس. بصوا زعلانه البرطمان بتاعي تحت قلع تحبيشه خلص، كنت بجهزه عشان اما اشوي البتنجان احدقه على طول لقيته خلص. فتعالوا بقى معانا نحضر الدقه ديت. شوف هنعملها مع بعض ازاي. نروح بقى دعبس في التلاجة كده، شوف حبه فلفل، اي فلفل في التلاجة بقى نجوه نعمله. راح ادعبس في التلاجة بقى واجي اقول لكم ايه لقيت ولا ما لقيتش، ونعمل مع بعض التحديقه الجميله ديت. تحديقه البتنجان، السمك، الفوق، كل حاجه ممكن تحطها على ما التسبيكه بتاعتنا تتسبك نص تسبيكه تغلي يعني شويه، وبعد كده ارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. بصوا انا كده ايه التسبيكه هي تتسبك يعني غلت غلوتين 3. انا عايزاها تتسبك والباميه جواها ماشي، عشان تلاقي حبيت الباميه كده شاربه من التسبيكه وتلاقيها حمرا وحلوه اهي. بصي الباميه بتاعتي متلجه زي ما هي اهيت، ما تسيبهاش تفك، نزليها في التسبيكه بتاعتك وهي كده مجمده كده، وما تبلهاش ميه. لما تطلعيها من الفريزر ما تبلهاش ميه، طلعيها من الكيس بتاعها على التسبيكه على طول كده، وسيبها بقى مع نفسها كده. غطيها. انا لقيت فلفل الحمد لله، لقيت فلفل في الثلاجه، فانا اديته البنت بصراحه تنضفه لي، يعني خرطته تقطعه كده وتنضف منه البذر والحاجه بتاعته على ما انا اقشر راس توم، عشان احنا عايزين خمر بقى، عايزين نخش نعمل العجينه على طول. فهقشر كمان راس التوم ديت. التوم لو عندك ناشف زي ما هو زي انا كده بقشره، لو عندك ناشف حطيه في حبه ميه، فصصيه كده وما حطاه في حبه ميه وقشريه، يقشر معاكي بكل سهوله، وصوابعك مش هتوجعك ولا اي حاجه اهو. خلص بقى اقشر التوم
وهنقل الباميه بقى على العين الصغيره خالص بقى على نار هاديه. اهم حاجه سوي اكلك على عين على نار هاديه. انا على فكره بعمل على العين الكبيره هنا، بسبك او بجهز كل حاجه كده، وبعد كده بقى بحط بكمل تسويتها على العين الصغيره خالص اللي هنا دي، وبيطلع معاكي الاكل حلو وما بقاش ايه السلق كده بسرعه كده. لا يلا كده بقى جهزنا الفلفل اهيت. بسم الله ما شاء الله، لقيت في كل كيسه حبه كده، كل كيسه فيها قرنين 3 كده يعني. احنا هنحط بقى جبنه. بصي انت مقطعه البريز ده، وهنا راس الثوم، قشرت كمان راس ثوم. على فكره انا قشرت راسين ثوم عشان لقيت كميه الفلفل كبيره. ماشي نفرمها بقى، نرجع لكم تاني. بس عشان نسيب بس الخلاط، فصلت التليفون عشان نسيب الخلاط. بصوا انا ما ضفتلهاش اي حاجه لسه، ولا ملح ولا حاجه. ما تحطيش ملح وانت بتفرمي الحاجه. لو حطيتي ملح مش هتطلع معاكي بالنتيجه دي، خلي بالك. لو حطيتي ملح هتطلع معاكي، هتلاقيها زردت ميه او الفلفل جاب الميه اللي فيه، ومش هتطلع معاكي حلوه كده. بص عامله ازاي. انا هحط الملح لما اخلص خالص، هحط الملح واقلبه واقوم معبيه في البرطمان على طول. لو انت حطيتي ملح وانت بتضربيه في الكبه هيجيب معاكي ميه. خلي بالك النقطه دي برده، الخطوه دي مهمه برده. ماشي بص الخلطه بتاعتنا وجمالها. مكترش ملح كده حلو قوي كده، معلقتين ملح. ماشي وانت بقى لما تيجي تعملي الاكل تزودي بقى ملح، ليمون، فلفل اسمر، كمون، حطي بقى حاجاتك كلها. يعني تحدقي سمك بيحب الكمون زياده، تحدقي حاجه تانية كده، فاهمه؟ فاعملي التحديقه كده بالملح بس، وشيلها في التلاجة. ولما تيجي تعملي بقى لما تيجي بقى تحدقي اي حاجه بتعملي بقى قبل بقى في المناطق. بصي ما زردتش ميه ولا حاجه ازاي. هتبدا بقى تجيب ميه، انا هكون عبيتها في البرطمان بسرعه كده عشان احطها في التلاجة. ده اهم حاجه، البرطمان ده بقى في التلاجة على طول، ما تسيبوش من باب التلاجة. ده بقى معاكي بيسهل معاكي حاجات كتير حلوه. بصوا الجمال، مش قادره اقول لكم على جمال. يلا بينا بقى نشوف العجين بتاعنا عشان كده كتير قوي على العجين. خلصنا حاجتنا ناخده على العجين بتاعنا. بسم الله كده بقى العجين بتاعنا، بسم الله ما شاء الله. بصوا ملك كروان اهو. بصوا الجمال. ننزل بقى بالرده بتاعتنا. انت عايزه تحللي برده ماشي، مش عايزه هحللي اعملي حللي ايه، عايزه تخبزي على دقيق ماشي، عايزه تخبزي على رده احط على الصينيه. هخبز على الوش وعلى بدقيق، وظهره هحط عليه رده. بس انا كده جبت دي اهون، اقطع بدقيق ماشي. العجين بتاعنا بصوا جماله، اقطعه بدقيق كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. التقريصه بقى حسب ما انت عايزاها. انا اللي عامله العجينه طريه عشان عايزاها ايه طريه. هي بصوا بس اعملها صغيره، اعملها صغيره تقطيعها يعني حسب ما انت عايزه. خلاص بقى اقطع كل الكميه وارجع لكم تاني. بصوا العجين بتاعنا. العجين اول ما تبليه، اول ما تقطعيه تبلي القماشه او الفوطه او اي حاجه تحطها على وش العجين عشان يطلع معاكي العجين ما ينشفش، وشه ما ينشفش كده ويطلع معاكي حلو. ماشي معانا هنا الدقيق اهو الرده. نولع بقى الفرن بتاعنا ونرجع بقى نكمله مع بعض. بس انا بقى ولعت الفرن. اهم حاجه تسخني الفرن بتاعك حلو عشان يطلع معاكي العيش حلو ويقب كده ويترفع كده ويبقى حلو. هنا بقى بنفرد العجين بالعجله او بالنشابه. احلى حبه عيش هتاكلهم بقى ايه مع صينيه مع طبق الباميه بقى. انا بخبزه على رده مش على دقيق عشان كمان ايه يطلع يبقى طعمه حلو برضه. عايزه اخبزها على دقيق مفيش مشكله. بصوا بتنفضي اول ما بحطه على المطرحه كده، دي اسمها مطرحه يا جماعه. كده بنفضه بفرده يعني، بفرده شويه وبنفضه من الرده كمان. اهم حاجه العيش لما تيجي تخبزيه تبلي الخرقه ميه وتحطيها عليه عشان وشه ما ينشفش.
هنا بقى حطيت اول رغيف في الفرن كده، نسمينا بسم الله. حطينا اول رغيف في الفرن كده، هعلي بقى النار اهوت، هعلي من الجنب. هو كده حلو يعني الفرن من تحت سخن وحلو حامي وحلو. هعلي بقى من الجناب كده عشان العيش يقب معايا ويبقى حلو، او يتنفخ كده ويبقى حلو. هنا بقى ايه بظبط الدنيا. بعتذر على التصوير يا جماعه، سامح بنتي اللي ماسكه التليفون وزهقتني في عيشتي، معلش حقكوا عليا، ايديها رايحه جايه مش ثابته في مكان. بس لما بتهزيه كده بتفرديه، لما بتعمليه على المطرحه كده بيتفرد معاكي، وكمان بتنفضي الرده من تحت. العيش ده تحفه تحفه بصراحه. ده الرغيف بقى اللي احنا ايه بنشتروه، اللي هو ايه ابو 3 جنيه، مش هو بجنيه. الرغيف ده يتباع ب5 جنيه يا جماعه. الحاجه على فكره ما تقوليش الحاجه صعبه ولا الحاجه كده يعني لا على فكره الحاجه سهله خالص، والحاجه والله مش تقيله ولا صعبه ولا اي حاجه. نخلص بقى الكميه بتاعتنا كده بنفس الطريقه، نفرد ونحط في الفرن، ويبقى الفرن عالي، ومن تحت يبقى برضو من النار حلو وسط كده عشان هطلع معاك العيش قعر واحمر كده وحلو. خلص بقى كل الكميه كده وارجع لكم بقى عشان نشوي البتنجان والبطاطا بقى، ونشوف هنكمل الغدا بتاعنا ازاي. الميه دي اللي بقول لكم عليها، اللي هي بتخلي قشره البطاطا لما تحطها في الفرن هتلاقيها معاكي القشره ناشفه، مش هتبقى حلوه. لا انت قبل ما تحطها في الفرن اعمل ميه الفرن ناشف. نحط بقى النار كده، متسيبهاش عالية، نسيبها بقى كده نفسها بقى ايه في الفرن لغايه ما نخلص. تعالوا بقى شوفوا العيش بتاعنا بنعمله. حط لايك. بصوا العيش، بصوا 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 طلعوا جميل ازاي. امسكوا بقى نمسحوه اهو، نمسك كده بقى هصور لهم. دلوقتي يا جماعه لايك. خلصهم بقى كلهم وارجع لكم تاني. بصوا هنا بصوا، تنقيها بقى كده ايه اللي هي استوت تطلعيها، واللي لسه شويه تسيبيها. وهنا البتنجان خلص الشوي بتاعنا بصوا اهو. نروح نحدقه بقى مع بعض بس يبقى يهدى شويه. بصوا طالما اتكيت عليها كده تعرف اللي هي كده استوى. نقي بقى اللي تستوى بتطلعيها والتانية تسيبيها. خلص بقى وارجع لكم تاني. بس كده البطاطا بتاعتنا وجمالها بصوا بصوا سخنة لسه. بصوا سيبها بقى لما تبرد شوية. نعمل بقى مع بعض البتنجان، نقشره بقى مع بعض. عايزه تضربيه في الكبه بعد ما تقشريه ما فيش مشكله، عايزه تهرسيه بالمعلقه كده ما فيش مشكله. كده هو لسه سخن. ممكن فيها قشره كده ولا حاجه شيل كل ده. نرجع بقى اكمل معاكم لما اشوف هنحبشها ازاي او نعملها ازاي. هيبقى انا بالبتنجان نحدقه. بصوا انا بحب اضربه في الكبه، انتوا مش عايزين تضربوه في الكبه عايزين تهرسوه كده اهرسوه. دي هنرميها ماشي. هنا بقى عندي ملح وكمون وفلفل اسمر وكزبره ماشي. متنسوش ان احنا حاطين هنا ملح معلقه حلوه كده كبيره كده اهي. نصور الليمون بتاعنا ويا دوب تقدروا ضربه يعني، مش انت يعني ايه تهرسيه
تحبسيه قوي يعني، ضربتين كده هتلاقيه معاكي بقى جميل. حط بقى حبة خل، حط حبة زيت بس في الاخر. حطي كيس طحينة، لو عندك طحينة حطي معلقة كبيرة، بس انا هحط كيسين عشان تعرفين الكيس يا دوب معلقة، عشان نكمل معلقة كمان. ماشي كده هما بقى ولا لكم تاني طعمها تحفة. بقى احلى من كده. نغرف بقى الاكل مع بعض ونقدمه مع بعض. يلا بصوا الغدا بتاعنا بقى جاهز. بصوا الجمال بقى. اظن الاكلات ديت بتاكل احلى من اللحمه والفراخ والسمك، وبصراحه يعني الاكلات الشعبيه دي او الاكلات اللي هي بتاعتنا دي بصراحه يعني الحاجات الحرشه دي زي ما بيقولوا، الاكلات الحرشه بتاكل احلى من الاكلات الدسم. بصوا بقى العيش بتاعنا وجماله، بصوا جماله، بصوا 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 طري وجميل. بصوا مش احلى بقى من كده. بصوا الجمال. تربيزي كده لو انت عامله كميه طبقها كده وتحطها في الفريزر كده وتطلعي زي ما على قد ما انت عايزه، رغيف 2 3 على قد ما انت عايزه. ماشي بس احنا هنتغدوا بقى دلوقتي والفدا هشيله في الفريزر بقى بالليل. بصوا الجمال مش احلى من كده. بصوا هنا بقى البتنجان بتاعنا تحفه، والباميه هنا بقى احنا مش هنقطع طماطم، ما تقطعيش طماطم طرنشات لان عندك الباميه فيها طماطم فملهاش لازمه هنا الطماطم، بس انت لو حابه تقطعي قطعي. معايا البصل بتاعنا، اهم حاجه البصل، طالما في باميه يبقى في برضو بصل عادي يعني. وهنا الباميه يعني ليمون، اهم حاجه الليمون. ومعانا هنا البطاطا بتاعتنا، بصوا لونها تحفه. بصوا مفيش احلى بقى من كده. فكرة طريقته سهله خالص وحلو، بس اهم حاجه تطري العجينه شويه. بصوا البتنجان بتاعنا ده اليومنا في الفلاحين او في الارياف زي ما بيقولوا، بس احنا بناكل الحاجات دي جنب عند الفرن يعني، نخلص خبيث واحنا قاعدين بناكل. نعمل بقى البتنجان والبطاطا والذره المشوي وكل حاجه، والبطاطس المشويه قدام الفرن، وبقى اللي جايب طبق قشطه واللي جايب طبق جبنه قريش واللي جايب طبق جبنه ملمش، ونقعدوا بقى وحاجه خضره بقى كمان لو في جرجير ولا بتاع ده فجل والحاجات الخضره دي بقى، ونقعدوا بقى عند الفرن نخبز وناكل. بصراحه كانت احلى ايام احلى ايام. اليوم ده بقى عيشتهولكوا اكن عايشه في الفلاحين بقى، خبيز واعمل باميه وشوي بتنجان وشوي بطاطا، مش احلى من كده. اهم حاجه بقى ايه؟ مطبخ مشينا في الشحيره، والمشتركش في القناه ياريت تشترك في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد، وحطوا لايك وربنا يسعدكم كلكم يا رب. حطوا لي بقى لايك. يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.